وكل ده في مصر يا ولاد، مصر يا ولاد، حلوة الحلوات. تحت اسم صلاح جاهين. النهارده احنا موجودين هنا في معرض الكتاب في نسخته ال 54، المعرض اللي بيعتبر من اكبر معارض الكتاب على مستوى الشرق الاوسط، واللي في 2006 كان رقم 2 بعد معرض فرانكفورت. النهارده احنا موجودين في المعرض، هنعمل جوله كامله ان شاء الله وننقل لحضراتكم كل حاجه. معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر حدث ثقافي في مصر والشرق الأوسط، المكان الجميل واللي بيستمر أسبوعين بس كل سنة. هناك هتشوف أسر برغم الوضع الاقتصادي السيء اللي بنعانيه لكن حريصين على الزيارة وشراء كتب ليهم ولأطفالهم، واللي أغلبهم بيمثلوا الطبقة المتوسطة اللي دايما بتحمل ثقافة وهوية البلد. المعرض اللي أول نسخة ليه كانت سنة 63 في الجزيرة، بعدها تم نقله لمدينة نصر في بدايتها، وكأن التاريخ بيعيد نفسه لأن من كام سنة اتنقل المعرض للتجمع، والناس طبعا اعترضت لبعد المسافة علشان تروح هناك يا اما بعربيتك الشخصيه وتركنها في الباركنج اللي هناك، او خطوط الاتوبيسات اللي بتطلع من اغلب المواقف المشهوره واللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. الدخول بيكون بتذكره ب5 جنيه وممكن تحجزها الكتروني، وهتلاقي اللينك تحت الفيديو. كل قاعه داخل المعرض بيكون فيها العارضين او الناشرين، والاسعار بتكون متدرجه من اول الكتب اللي موجوده في مكتبات سور الازبكيه واللي بيبدا سعرها ب10 جنيه، ولحد المراجع الاجنبيه دي واللي اسعارها 50 جنيه، وباقي الكتب اللي اسعارها بتكون اعلى من كده كمان. وكمان الأجنحة الخاصة بالدول العربية والمؤسسات المصرية. حاجه من الحاجات المميزه اللي موجوده هنا في معرض القاهره للكتاب هو الاجنحه اللي بتكون مشاركه فيها بعض الدول الثانيه. النهارده احنا في الجناح الخاص بالمملكه العربيه السعوديه، هندخل ان شاء الله ونشوف ايه اللي بيقدموه جوه الجناح. الجناح السعودي واللي هتلاقي جواه حاجات مميزة زي التطبيق ده واللي تقدر تحمله، والخاص بالحج والعمرة، والمصحف ده واللي خاص بالمكفوفين، والمطبوعات ديت. بسم الله. هذا تطبيق تعليم افتراضي 3 الأبعاد الحج والعمرة مع تطور التقنية. استخدمت يعني الوزارة بالدعم لرؤية المملكة 2030، أنتجوا هذا التطبيق اللي هو تعليمي للحج والعمرة باستخدام الواقع الافتراضي اللي هو 3 الأبعاد. في عندنا في التطبيق هنا نوعين اللي هو العمرة والحج. لو اخترنا مثلا العمرة راح يعطيك صفة العمرة بشكل مختصر، بعدين يأخذك للحرم بطريقة ثلاثية الأبعاد زي ما انت شايف هنا، الساحة الخارجية للحرم بالتفاصيل. بعد كذا تدخل، هو يعطيك العمرة مرحلة مرحلة، بحيث أن الحاج أو المعتمر لما يجي للحرم أو يؤدي المناسك الأخرى يكون على اطلاع كامل. شوف التفاصيل، شوف كيف، بحيث أنه يكون ما يتصدم في الواقع زي معايشة قبل ما بيبدأ إن هو يعمل العمرة. بالضبط. بعدين هنا نقول الطواف، يعطيك بعض الملاحظات أثناء الطواف. صحيح. بعد كذا يعطيك فيديو بسيط كيف تؤدي الطواف. بعد كذا تبدأ بالطواف بشكل افتراضي. تمام. بعد كذا فيه السعي، في السنة اللي بعد الطواف وقبل السعي يعطيك تعليمات لها. تفاصيل العمرة بكامل، والحج برضو فيها كل التفاصيل، كل التفاصيل موجودة. دي اللي بتطبعها واحد من فوق وواحد من تحت. ويطبع على الورقه تبعه. تمام. هذا اساس النقط لما تيجي تكتب مثلا انت تيجي من هنا ومن هنا. من ناحيتين. دي صوره ودي صوره. صحيح فعلا. وجناح الأزهر الشريف واللي ناشط جدا بالزائرين سواء المصريين أو الأجانب الدارسين أو المهتمين بالأزهر. من أكثر الأجنحة اللي هتلاقوا عليها إقبال هنا كبير، وهو الجناح الخاص طبعا بالأزهر الشريف. وجناح الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتي واللي بيضم ورش ثقافية كمان.
وجناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية وباقي الوزارات والهيئات المصرية. كمان هناك هتلاقي بعض الناشرين اللي بيوزعوا كتب مجانية. حاول تروح لابس كوتشي عشان الحركة تكون أسهل، ولو هتشتري كتب كتير حاول يكون معاك شنطة كبيرة وبعجل. ده ميزز عامة، بحب الميزز. عارف السيدة حبيبي. في المعرض مطاعم مختلفة من أول الكشري لحد المطاعم التانية وماكدونالدز، واللي أسعارهم عالية نسبيا لكن عليهم إقبال. وفي مناطق للقعاد والراحة كمان لو تعبت من المشي. بالنسبة للأطفال كل كتب ومطبوعات الأطفال موجودة في قاعة 5، واللي فيها كمان الكتب الدراسية المختلفة وأنشطة للأطفال. ده مثلا بيوضح فكره الميكروسكوب. عارف الميكروسكوب بيعمل ايه؟ بيكبر الصور. طبعا هنا كده اديني ثانيه واحده وهكون معاك. سبعة كبد بيبدا يكبر الصور. ده فكره البوصله عن طريق ان في ابره ممغنطه بتتحرك مع المجال المغناطيسي بتاع كوكب الارض. هنلاقي في صابع كده جوه بيشاور بيقول لك الاتجاه ده ايه. يعني لو انا مش بين الكتابه كده هلاقي السهم بيشاور بيقول لك الشمال الشرقي. حلو كده. بنيجي بقى على اخر حاجه فكره الجراموفون. احنا بنقول ان الصوت ده عباره عن موجه ميكانيكيه. يعني ايه؟ اي حاجه مخربشه بتطلع صوت. ده ظريفه جدا. طيب حاضر. لما اجي ده بيوضح بقى هنا بيتكلم برضك عن حاجه اسمها طول الصراع. يعني لو انا حطيت هنا جنيه وهنا نص جنيه مين اللي انا الجنيه؟ بيقولوا ان هو عن طريق الميزان ده انا ممكن اخلي لكم نص جنيه اقل. لما بمد طول الذراع بيدي ثقل في الوزن فبيخلينا زي فكره الروافع اللي مستخدمه كعلاج بسيط. نظام الحساب الصيني القديم اللي هو عن طريق الوحدات. لا بس كمان في فعاليات من حفلات وعروض بتكون هناك هتستمتع بيها جدا. المعرض في المجمل بيعتبر تجربة ممتعة جدا، حاول تجربها سواء هتشتري كتب أو حتى لو من باب تغيير الجو.